بناء على الدفعات راح تسلمه هذا المبلغ الموجود. أما أنك تغلط وتروح تسلم للمقاول مبلغ 30 أو 40 ألف، بعد ذلك بيتك يتوقف، بعد ذلك تمشي وتصيح تركض من محكمة لمحكمة، هذا ما بينفعك. إنزين، ويقول لك القانون لا يحمي المغفلين. فامسك فلوسك في جيبك واتفق مع المقاول على المبلغ اللي موجود كم، تسوي اتفاقيتك مع المقاول، التزم بالقسط الشهري اللي راح تدفعه، والمبلغ الموجود يسلم على مراحل. تنجز الحفر، تنجز القواعد، تنجز الجسور، تنجز الهسمة، تسلم مبلغ على مراحل. لا تسلم مبلغ وتحصله برا ولا ما تشوفه موجود هنا. لا تغلطوا أكبر غلطة. في ناس جمع مبلغ 30 40 50 لبيتها من 2016 اليوم البيت ما ظهر.